اسمي حسام كمال اسماعيل، شغال في الرخام الصناعي من زمان. كانت البدايه في الرخام الصناعي. بعد كده حاجه اسمها الفايبر جلاس، بنستخدمه برضو في حاجات كتير زي البانيوهات. داخل في مجالات كتير جدا. في اخر حاجه خالص وصلت لها الكلام ده من قيمه 5 سنين، شغل الريزن. الريزن ده بنعمل منه برضو شغل كتير جدا، زي ترابيزات، زي صواني، زي الارضيات بتاعت الشقق الايبوكسي. داخل برضه في مجالات كتير جدا. دلوقتي هنعمل نموذج زي كده. دي بنستخدمها كصينيه تمام. دي بتتكون عن قطعه خشب، وبنغطيها بالايبوكسي بالديزاين، بكذا ديزاين بقى. طبعا هنعمله على لوح خشب زي كده. تمام. بنجيب حاجه بس نحطها. بيتكون من حاجه اسمها الايبوكسي زي ما قلنا. طبعا بيبقى ليه مصلب. الايبوكسي بيبقى ليه المصلب بتاعه، بنوزنه. دلوقتي الايبوكسي في منه انواع كتير. في منه نوع 3/1، وفي منه نوع 2/1، وفي منه نوع 1/1. فكل نوع في الايبوكسي بيبقى مكتوب عليه النسبه بتاعته. طبعا بنوزن النسبه بميزان حساس. كده احنا حطينا الايبوكسي والنسبه بتاعته اللي هي المصلب. بنبتدي بقى نقلب الاول. طبعا لما بنحط المصلب مع الايبوكسي بيبقى فيه نسبه تشويح كده، فبنقعد نقلب لمده دقيقه مثلا لحد ما الاثنين يكونوا يعتبر واحد. بنقسم الكميه ديت على كميات صغيره بالالوان اللي احنا عايزينها. لو انا مش هشتغل على خشب، هعمل مثلا ايبوكسي بس، فبحسب المساحه بتاعتي، بحسب الطول في العرض في الارتفاع، وبعد كده بضربه في 1000، وبعد كده بقسمه على 1.1، بيديني الكميه بالظبط بتاعت الايبوكسي. زي اللي ورايا دي كده، دي ايبوكسي. لكن لو على خشب بحسبها تقديري يعني نظري، لان انا بحط طبقه خفيفه جدا. كده هنعمل الديزاين اللي احنا شفناه مع بعض. اول حاجه الكميه الكبيره اللي هي الازرق والابيض، يعتبر بقسمها نصين في الخشب. فالريزن بتلاقي فيه لما بيبقى خفيف بتلاقي فيه فقاعي صغيره، الفقاعي الصغيره ديت بتطير، يعتبر بالولاعه بسرعه معاكي. بس بعد كده بقى هنعمل الثلاث الوان دولت بالديزاين ده، اللي احنا مثلا بنجيب على حرف ما بين النص ما بين الازرق والابيض.
وبعد كده بقى بنبدأ نشتغل بالاستشوار. طبعا بنتحكم في الشكل زي ما احنا عايزين، يعني لو عايزين مثلا نزود الازرق ده نغطيه بديكور تاني زي كده ماشي، بيبقى متاح معانا على حسب ما الواحد بيبقى عايز يعمل. طبعا لما يكون الالوان داخله مع بعضها كده فبيعمل لك الخلايا، بس اساس الخلايا الالوان بتختلف، يعني عشان تعملي خلايا الابيض اساسي في الخلايا، والاحمر والاصفر والاسود، الاربع الوان دول يعملوا لك خلايا. اي الوان تانية تضيفيهم مع اي لون من الاربع الوان دول.